السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة فرخة بيضة سوبر. هنتكلم مع بعض إن شاء الله يا جماعة من خلال الفيديو ده على موضوع مهم جدا جدا وبيشغل بال كل المربيين في الوقت اللي احنا فيه ده. طبعا علشان دخول فصل الصيف ودرجات الحراره العاليه جدا، احنا يعتبر لسه بنقول يا هادي في فصل الصيف ودرجه الحراره النهارده 40. طبعا برضو العلم حضراتكم معروف ان درجات الحراره العاليه بتاثر بالسلب وممكن تؤدي الى اهلاك القطيع، علشان في ايام الحر يا جماعه الفراخ بيجي لها حاجه اسمها احتباس حراري، بمعنى اصح الحراره بتتحبس جواها، علشان سبحان الله الفراخ ملهاش غدد عرقيه، يعني الجلد بتاعها ما بيعرقش، علشان كده هي بتحبس الحراره جواها، فمن كتر درجه الحراره اللي هي بتحتفظ بيها ممكن تؤدي الى موتها. فنظرا يا جماعه لخطوره الموقف والوقت اللي احنا فيه دلوقتي وارتفاع في درجات الحراره، حبيت اقول لكم على بعض المعلومات اللي هتفيدكم ان شاء الله في تخفيض درجه حراره جسم الطائر. ولكن في البدايه نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، ويا ريت كل واحد بيشوفني دلوقتي يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه ويفعل معايا زرار الجرس علشان تتابعوا اكبر قدر ممكن من المعلومات. هعرفكم ان شاء الله يا جماعه على اكتر من طريقه تقدروا تخفضوا بيها درجه حراره جسم الفراخ، ولكن في بعض المعلومات والنقط الاساسيه اللي لازم نكون عاملين حسابنا فيها. يعني مثلا ما تجيش تبقى في الوقت اللي احنا فيه دوت في عز الحر وتبقى شغال باللمض الصفراء اللي هي ال100 او ال200، حرام عليك، لازم تستبدلهم فورا باللمض الليد. اللمض الليد بتدي اضاءه من غير حراره. والحاجه التانيه يا جماعه لازم دايما تحافظوا على نظافه الفرشه، كل ما الفرشه هتكون مش نظيفه هتطلع عليهم حراره كبيره جدا من خلال الزرق الخاص بالفراخ. نقطه اخيره يا جماعه ولكن في غايه الاهميه، العدد يا جماعه اللي بتربوه، بالله عليكم عايزكم تحسبوا عدد اللي هتاخدوا الاوضه اللي بتربوا فيها او العنبر كويس، ما يبقاش مثلا الاوضه تستوعب 50 كتكوت وانت تروح تجيب 60 كتكوت او 70 كتكوت او حتى 62 كتكوت. كل ما هيكون عدد الفراخ اللي بتربيها اكبر من القوه الاستيعابيه اللي بيسعها المكان، انت كده بتتاجر في الخساره. فيا ريت تخلي بالكم يا جماعه من النقط دي كلها. وفي نصيحه بقى مخصوصه يا جماعه لكل واحد هيبتدي في مشروع الدواجن في الوقت اللي احنا فيه دوت. لو انت مثلا بتربي في البيت وناوي عندك اوضه فوق السطح هتربي فيها، لو انت ما عندكش حاجه اسمها خليه تبريد سيب المشروع ده احسن، ما تكملش فيها صاحبي، علشان صدقني يا صديقي من غير خلايا التبريد الفراخ بتاعتك هتموت. انا مش بخوفك، انا بحذرك بس. حتى يا صاحبي لو جه في دماغك دلوقتي وقلت انا مجهز الاوضه محرها ومديها عرش نضيف وهجيب لها حته شفاط كفايه كده، انت كده بتفكر غلط. الشفاط ده يا جماعه هيجيب هوا منين؟ هيجيب هوا من بره، فالهوا اللي بره اصلا درجه حرارته عاليه جدا جدا، فهيدخل للفراخ هوا سخن، يبقى انت كده ما ضفتش جديد ولا حاجه، انت كده جبت لهم هوا سخن جاهز اصلا. فملخص الموضوع اللي فات ده كله يا جماعه، لو انت لسه بتجهز مكان التربيه ولسه ما نزلتش كتاكيت وخلاص انت داخل على فصل الصيف، لازم يكون عندك خلايا تبريد لابد منها. ندخل دلوقتي بقى يا جماعه على القسم الثاني من الفيديو، وهو ايه؟ اللي احنا اتدبسنا، بمعنى الجو كان جميل والدنيا رايقه وكل حاجه، ولكن جت على مصر مثلا او البلد اللي انت قاعد فيها موجه حر مفاجاه، او مثلا يا صاحبي انت كنت عامل دوره نهايه فصل وبدايه فصل، يعني اول الدوره كان الجو لطيف وفي نهايه الدوره جات لك وحظك الابيض اللي انت جيت في فصل الصيف. المقصود يا جماعه من كلامي اللي انت فعلا هتكون اتدبست وخلاص الحر جه عليك والفراخ موجوده عندك. ممكن تعمل ايه بقى علشان تساعد الفراخ في خفض درجه حراره جسمها؟ اسمع بقى الكلام اللي جاي دوت وركز فيه كويس. اول حاجه هتعملها يا ابو الصحاب اللي انت هتجيب عرق سوس، عارفين طبعا العرق سوس اللي في رمضان بنشربه وموجود عند اي عطار، هتجيبه وتنقعه وتاخد المنقوع بتاع عرق السوس وتضيف بمقدار 10 سم لكل لتر ميه وتسمي الله وتقدمهم للفراخ. الطريقه دي يا جماعه سبحان الله، وكمان عشب العرق سوس مخصوص بيخفض درجه حراره جسم الطائر بدرجه كبيره جدا وبشكل ملحوظ. ده الا كمان لو نفذت الطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي حالا، اللي هي مثلا ايه؟ حضرتك تابعت مثلا على موقع التواصل الاجتماعي او على طريق القنوات ان بكره درجه الحراره هتبقى عاليه، في موجه حر جايه، يبقى انت هتهيئ جسم الطائر اللي هو يقدر يستحمل درجه الحراره عن طريق ايه؟ عن طريق تديله عرق سوس. طيب احنا لسه قايلين الكلام ده كله يا جماعه، الجديد بقى في ايه؟ الجديد في التوقيت اللي انت هتدي فيه العرق سوس. افضل وقت يا جماعه تدوا فيه العرق سوس هي الليله اللي هيصبح نهارها حر. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا انا تابعت الاخبار النهارده بالليل وعرفت ان الجو هيبقى حر بكره الصبح، فانا الليله دلوقتي حالا اللي هو بالليل اقدم للكتاكيت او للفراخ جرعه ميه فيها عرق سوس. تخيل كده معايا يا صاحبي اللي انت يعتبر بالعرق سوس دوت بتدي انذار لجسم الفرخه، بتقول له خلي بالك الجو بكره هيبقى حر. وخلي بالكم كمان يا جماعه فوائد العرق سوس مش مقتصره بس في اللي هي بتخفض درجه حراره جسم الطائر، لا بالعكس ده في فوائد تانية جباره لعرق السوس يا جماعه. وانا كنت عملت فيديو قبل كده قديم خاص بالعرق السوس وفوائده بصفه عامه للفراخ البيضاء، فبعد ما نخلص الفيديو ده يا صاحبي وتعرف المعلومات اللي فيه كلها، عايزك تقلب شويه كده
هنا في القناه هتستفاد ان شاء الله. طيب كده يا صاحبي اقفل بقى معايا البند بتاع عرق السوس. ايه تاني او ايه الطرق التانيه اللي ممكن تساعد في خفض درجه حراره جسم الفراخ؟ خد عندك بقى يا صاحبي الريفو او الاسبرين. الريفو كلنا عارفينه بيتباع في اي صيدليه واحيانا كمان عند البقالين. ده هتجيبه بالصحاب وتطحن من قرصين ل3 اقراص على اللتر، وبعد كده تسمي الله وتقدمه للفراخ. هيعمل نتائج ممتازه برضه هو كمان. ولكن احذر، في معلومه مهمه جدا عايز الفت نظر حضراتكم ليها، الا وهي يا جماعه بالنسبه لاستخدام الاسبرين. لا ينصح او ممنوع استخدام الاسبرين اثناء وجود جروح في جسم الطائر. لو في تعويره في جسم الفراخ بمعنى اصح كده ما تديش اسبرين. ليه؟ علشان الاسبرين هيعمل سيوله في الدم، فبالتالي الجرح هيفتح ويحصل نزيف. يعني لو ما فيش جروح ادي براحتك اسبرين، هيفيد الفراخ بدرجه كبيره جدا جدا وهينشط كمان الدوره الدمويه عندهم. في حاجه تانية يا جماعه برضو ممكن تشتروها اثناء ايام الحر، الا وهي فيتامين سي. ونصيحتي لكم يا جماعه وانتوا شغالين في دورات الصيف بالاخص لازم يكون عندكم فيتامين سي اللي هكلمكم عليه دلوقتي حالا. يعني بالبلدي كده يكون معاكم كعنصر اساسي في خلال الدوره، وكمان تلتزموا بجرعته وهي مرتين في الاسبوع بعد الاسبوع الاول. يعني اول اسبوع هتعدي عادي وبعد كده هتدي كل اسبوع مرتين. وتقدروا تشتروا يا جماعه فيتامين السي من عند اي وحده بيطريه، واحيانا كمان بيتباع في المحلات الخاصه بمستلزمات الدواجن. ولعلم حضراتكم هو سعره رخيص جدا وكمان فيه احجام وعبوات، يعني هتشوف الكميه اللي عندك وهتجيب على قدها. وسعر الكيس تقريبا 8 جنيه او 10 جنيه. انا حبيت اقول لكم السعر علشان تطمنوا وما تكسلوش، علشان دي نقطه مهمه جدا جدا. فيتامين السي اصلا من غير اي حاجه هو عنصر من عناصر تكوين جسم الطائر بصفه عامه، فلا بد منه. ومن خلال النقطه الاخيره الخاصه في الفيديو يا جماعه عايز اقول لكم اللي هينهي معاكم الموضوع، اللي هيجيب بالاخر بمعنى اصح، الا وهي خليه التبريد. خليه التبريد يا جماعه عندها المقدره اللي هي درجه الحراره تبقى بره 40 و45 وداخل العنبر عندك تكون درجه الحراره 20 و25. والكلام اللي بقوله لحضراتكم ده يا جماعه مش كلام في الهوا وخلاص، انا كنت عملت فيديو توضيحي له ونشرته على القناه خاصه بخلايا التبريد بمكوناتها بطريقه استخدامها. هقول لكم على كيفيه استخدامها بسرعه كده. هي عباره عن ورق كرتون مخرم بطريقه معينه بيتحط على فتحه شباك، وبعد كده بتجيب ماسوره مخرمه الماسوره ديت بتنزل ميه على الورق الكرتون فبتبله. في الناحيه التانيه الشفاط بيسحب الهواء، منفذ الهواء اللي هو الشباك اللي في ظهر خليه التبريد اللي هو الكرتونه بتاعت خليه التبريد. فبالتالي الهواء بيدخل عن طريق الكرتونه المخرمه ديت، فبيخش هواء رطب وساقع على الفراخ. وبالنسبه للميه اللي نازله من الماسوره اللي فوق اللي بتنقط على ورقه الكرتون، بتترسب كل الميه ديت في ماسوره صرف وتنزل في برميل، والبرميل دوت بيبقى موجود فيه موتور رفع بيرفع الميه للماسوره اللي فوق الكرتونه، وبتبقى عباره عن دوره كامله. لو عايزين تتابعوا وتعرفوا معلومات اكتر يا جماعه عن خليه التبريد دوروا على الفيديو اللي موجود في القناه الخاص بخليه التبريد وهتستفادوا بدرجه كبيره جدا. وبس كده يا اصدقائي اكون قدرت الم لكم بفضل الله معظم الطرق اللي بتخفض درجه حراره جسم الطيور في فصل الصيف. اخيرا بقى ليا طلب عند حضراتكم، عايز من حضراتكم توصلوا الفيديو ل 300 لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا معايا زرار الجرس علشان تتابعوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.